عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ بجد وحشتوني وحشتوني. النهاردة بقى وصفة جديدة للصابون. انا رايحة الصبانة علشان اشتري الصابون واشتري حاجات يعني منها، فلقيتهم قالوا لي ده الكيلو بقى ب10 جنيه الصابون الكريستال ده. فبقول له ليه 10 جنيه ترفع عليه؟ قال لي ما هي كل حاجة بتغلى يا خالة ام عمر. فاحنا عندنا بقى نوع كده نازل من الشركة، خدي جربيه بنفسك. الناس كلها اخدته وجربته وانتي كمان خدي جربيه والطريقة بتاعته هتعجبك ان شاء الله. طبعا انا فتحت الكيس ده البودر بتاعه وده الصابون من جوه. السعر بتاعه يا حبايب قلبي رخيص، مش غالي، ب25 جنيه. طبعا مش حاجة، بس عمل معايا كمية كبيرة قوي. عمل معايا 8 كيلو وجايباه بالليمون. فالريحة بتاعته تحفة طبعا، وفجة كده مالية الشقة، ريحته حلوة قوي. وقلت بقى هجربه مع حبايب قلبي واخواتي وان شاء الله الطريقة هتعجبكم. وحاجة كده حلوة وموفرة، يعني 25 جنيه عملوا 8 كيلو، حلوة قوي. بالنسبة لدلوقتي، وده البودر بتاعه. لازما طبعا هخلط البودر مع الكيس دون اللي انا فتحته، يتخلطوا مع بعض جامد قوي واتجاه واحد يا حبايب قلبي بالطريقة دي. وطريقته سهلة كده وبسيطة ومش مكلفة. طبعا هي مكلفة بس في المجهود ان انت بتلفي ايه اتجاه واحد، عايز تقليب كتير. بس تحفة تحفة كده، ولا دخله بقى كلور ولا دخله اي حاجة تاني. دي يعني حاجة كده من الشركة، حاجة حلوة طبعا، وشغل مصنع مش شغل بيتي ولا حاجة يدوي. شايفين الطريقة بتاعته. طبعا اما تعمليه بقى السمك اللي انت عايزاه، ان كان تخين ان كان خفيف شوية ان كان تقيل. فجربوا بقى الطريقة دي وهتعجبكم. وهو في جميع الصبانات، ده هو لسه نازل. بس حاجة جميلة بصراحة، عجبتني والطريقة عجبتني. دي ازازة فيها رتل مية، انا هحط له 8 لتر. طبعا حبة حبة، مش هحطهم مرة واحدة. ومع برضك التقليب لازم افضل اقلب فيه كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وهينفع كمان لينا في رمضان يا حبايب قلبي، لان احنا في رمضان الضغط طبعا بالنسبة للغلا اللي احنا فيه، فربنا يفتحها علينا جميعا. فبيبقى فيه ضغط مواعين كتيرة قوي وكوبايات وصواني وحلل. فده بقى هيوفر معانا طبعا. وبعدين بالنسبة كمان ان بقى الكيلو غالي بره، والجراكن هي اللي هي الجاهزة دي برضك بقت غالية. طبعا المية هنحطها تدريجيا مش على طول، مع برضك التقليب. والتقليب يكون اتجاه واحد، يعني في الصبانة قالوا لي لازم أن يكون الاتجاه يبقى واحد. فانتوا بقى ايه، تفضل حبة حبة كده. ده انا جايباه كده بريحة الليمون، فالريحة بتاعته جميلة يا حبايب قلبي، وفجة كده مالية الشقة مع التقليب طبعا. وهو سهل وبسيط وما خدش وقت مني. دي بقية البودر بتاعه. طبعا كل ما بقلب كل ما الرغوة بتزيد بتاعته. بس حاجة حلوة الصراحة، يعني انا فرحت قوي بالكيس ده. ورخيص مش غالي يا حبايب قلبي. بالنسبة لان كل حاجة، بصوا انا بحط المية هنا تدريجيا حبة حبة. وما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة. انا هكمل ال8 لتر مية، وبالتقليبة اللي انتوا شايفينها دي اتجاه واحد. وطبعا لازما اسيبه يخمر ساعتين يا حبايب قلبي، او انت عايزه تعمليه من بالليل للصبح ما يجراش حاجه، علشان لازما يقعد مع نفسه كده ساعتين. وبعد والطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. وجربوها. وحاجة رخيصة مش غالية والله، وهيوفر معانا كتير. بصوا الجمال بتاعته والرغوة، وبينضف يا حبايب قلبي. والله انا جربته وعجبني. وبعد كده انا هجيبه على طول. ده في كمان منه، يعني ده في بالبرتقال وفي بالليمون وفي اخضر بالتفاح. السمك ده عجبني. هنا كده انا ابتديت خلصته خلاص، بس هو لازم يقعد بقى اوعى ساعتين. ايدك اوعى ايدك. او عايزه تعمليه من بالليل للصبح براحتك. شايفين المنظر؟ منظره تحفه وريحته جميله، ريحته روعه روعه والله بجد.
انا قلت له لا ما عجبنيش انا هرجعه، بس لا هو عجبني وجميل، والسمك بتاعه كده عاجبني، انا عاملاه خفيف شويه. فطبعا دي براحتك انتي بقى. عايزاه تقيل عايزاه تخين، وده الشكل النهائي طبعا الازاز والكميه دي كلها اللي انتوا شايفينها. وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير يا حبايب قلبي، والاشتراك في القناه، وجربوا الطريقه دي والله هتعجبكم. وباي باي.